اغرب واطيب فلافل محشيه راح تجربوها بالبصل والسماق، واخير شي عليها لمسه سمسم محترمه. نزل عليها الكبده الفريش، الفلفل، البصل، نقلبهم، اشتغلوها بطريقه خرافيه مع زيت الزيتون طبعا الاصلي. الفلافل اللي كنا نشوفها بالاكس بلاور صارت موجوده بكربلاء بمطعم الكلحه. المحشيه بصل وسماق. الفلافل حنحشيها، هذا ذهب فلسطيني. هاي الحبه 500 دينار. واو، خصم 25% على كل المنيو لفتره محدوده. كل هذا الاكل الطيب راح تجربوه. يا خبز الكماج عندهم فرن خاص بيهم الكلحه، ولحومهم كلها عراقيه، والشاورما مالتهم رهيبه. كان نسخن الدجاج، البصل وزيت الزيتون والسماق، ندخلها على الفرن صارت جاهزه. ابو اسماعيل تدري هاي الخبزه عندي اطيب من البيتزا. سماق والمكسرات. الوجبات اللي هنا يشتغلوها على اصولها وتراثيه، مثل هذه المسبحه والقدسيه العاده الى فلسطين. تعالوا خلينا نشوف القدسيه. زيت الزيتون قدسيه صح؟ هذه قدسيه نعم. القدسيه من الاطباق المهمه. موجود توصيل لكل مناطق كربلاء ب1000 دينار بس، على الرقم 6441. 4 نوعيات مناقيش. مسخن الفلسطيني يا شلون ذايبه، خبزه مقرمشه. شويه ناخذ صماق وبصل. فشي كلش طيب. مريزه شاورما دجاج، شاورما لحم عراقي طبعا. اكيد عندهم صاله شباب وعوائل، وسويت لكم خصم 25% لفتره محدوده. تعالوا جربوا مطعم الكلحه بكربلاء، ينفلكة التربيه بالضبط.